بهم وبنتابعهم يعني دايما لما يبقوا موجودين في عمل بنحب نشوف العمل ده من الفنانات اللي احنا حبيناها وتابعنا اعمالها، وكان ليها اعمال كتير ومسلسلات وافلام. الفنانه الموهوبه الجميله علا غانم. علا غانم في فترة كده اختفت، جايز كانت مهتمية شوية بأنشطة أخرى، كانت مهتمية بحياتها الخاصة. فجأة اليومين اللي فاتوا لقينا علا عاملة استغاثة لكل الجهات اللي في مصر اللي ليها علاقة بالمرأة وليها علاقة بحقوق المرأة. وابتدت تتكلم على انها تعرضت للضرب والسرقة وطردها من بيتها وكل هذه الاشياء. ايه الحكاية والموضوع؟ معانا الفنانة علا غانم. اهلا بيك يا فندم. ازيك يا استاذ عمرو؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ يوم الجمعة بعد الصلاة فجأة لقيت أحد الغفراء جاي لي بيقول لي في ناس بره وعربيات وبيقولوا إنهم تبع حضرتك. مم. قلت له إيه تبع حضرتي دي؟ استغربت الطريقة اللي معرفش ناس كتير. مم. المهم قلت له بسرعة صحي الغفير التاني لأنه ده بيبقى صحي بالليل. طلعت بسرعة على في مبنى عندي كده على باب الأرض اقدر اشوف مين اللي على البوابه بشكل واضح. مم. طلعت على البلكونه بفتح طلعت بره لقيت ناس كتير وستات وعربيات كتير. مم. فبقول ايه ده ايه ده في ايه عايزين ايه؟ قالوا لي افتحي وبيزقوا الجيت افتحي البوابه عندنا حفله عندنا تنظيف. ناس غريبه ما اعرفهاش عندنا حفلة، عندنا تنظيف. اه. مم. ف ابتديت اقول لهم هطلب البوليس لان لقيت ناس بتزق والغفرة بتوعي ابتدوا يسدوا البوابة. المهم لقيت واحد نزل من العربية واسمه محمد حسين. الحد ده كان بيشتغل مع جوزي زمان. فلقيته بيقول لي يا علا، وده ما بيقوليش غير يا علا هانم او يا مدام علا. طبيعي. افتح الباب. قلت له بيكلمني بطريقة حقيرة يعني. قلت له لو سمحت اتكلم بأدب وانا بطلب البوليس. المهم لقيت خبط غريب جدا وهبد كده. ابتديت اصرخ نزلت من على السلم. فجأة لقيت ظهر ناس غريبة بيدخل على ناحية الجيت. فأنا نازلة من فوق. فلما نزلت لقيت ظهر حد غريب. دخلت ناحية الجيت لقيت عبد العزيز حسن اللي هو كان جوزي، ولقيت معاه محمد حسين وواحد ثالث اسمه وائل. اقتحموا البيت. بيحاولوا يفتحوا البوابة عشان يدخلوا الناس. فالغفرة بتوعي واقفين على البوابة وشدنا بيضربوهم بالشوم. بقيت بصرخ وبزق على البوابة عشان ما تتفتحش. واحد اللي هو اسمه وائل ده عرفته بعد كده بقى من التسجيلات وحاجات كتير. وائل ده بقى بيمسكني من الروب ويلمه كده ويحدفني زي الكورة. بيضربك؟ حيطة في أرض مش مهم. المهم إن هم اللي عايزينه يتعمل. فجأة بقى البيت كله دخلت عربيات حوالي 20 بني آدم ستات ورجالة. وما بقتش عارفة عندي في البيت عندي دور أرضي وكله. هو أنت ساكنة فين يا علا؟ أنهي منطقة؟ أنا ساكنة في المريوطية. أوكي. مريوطية. وبعدين؟ ما بقتش ملاحقة الناس. ودخلوا اقتحموا بقى البيت. عارف كل شبابيك البيبان شبابيك البيت بقت بتزق تتفدر كده. ناس كتير جدا. والستات كل ما اجي على حد يقولوا لي ليه بس كده ويحضنوني بالخمسه ست خمس ست ستات يحضنوني. مش عايزين يضربوني وما بيكتموني عشان ما اوصلش لحد. وبعدين يقوموا سايبيني. وبعدين جريت على باب البيت لان امي كنت قايله لها خشي جوه بسرعه واقفلي عليه فما حدش يدخل لها. عبد العزيز كان ماسك عصايه
وابتدى عبد العزيز ده جوزك؟ اللي كان جوزي من سنين. هو اتطلقتوا ولا هو لسه جوزك؟ لا هو لسه جوزي، بس انا رافعه خلع بقالي سنه ونص يمكن. فهو ما كانش، هو مش عايش معاكي في البيت، هو جه مع الناس دي. ايوه. اه هو كان في امريكا، انا سبت امريكا في شهر 10 عشان كان لازم اجي احضر قدام القضاء عشان تتمم قضيه الخلع. طيب تمام. فكل ما تروحي لعبد العزيز ده اللي هو جوزك اللي سبتيه في امريكا اللي رفع عليه الخلع، يحصل ايه؟ ما قلتلوش ولا ايه اللي انت حاجة. بتعمله ده ليه كده؟ اتحرك ابقى اعمل ايه؟ مفيش وقت انك تكلم حد، كله بينهار قدامي في ثانيه. ولا